من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث كل من رئيس الكونفدرالية السويسرية إليو مورير ورئيس جمهورية إيطاليا جورجيو نابوليتانو والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعثوا ببرقيات تهنئة بمناسبة ذكرى 22 للاستقلال المجيد. وأعرب الزعماء في برقياتهم عن تمنياتهم بالسلام والازدهار للشعب الإريتري وموفور الصحة والعافية لفخامة الرئيس إسياس أفورقي. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساء يوم أمس الأحد والي ولاية كسل السودانية سيد محمد يوسف آدم في قاعة هاجر بالعاصمة أسمرة. وبحث اللقاء الذي تركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بشكل عام وحول إيجاد آليات لتنمية المناطق الحدودية بين البلدين وضمان سرعة النقل والحركة بين إريتريا والسودان، وكذا تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بصورة عامة والأنشطة التجارية بين الأقاليم المتخامة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة سبل تقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين بشكل مسهب. كما ناقش فخامة الرئيس إسياس أفورقي مع والي ولاية كسلا سبل تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في الماضي. أشاد والي ولاية البحر الأحمر السودانية الدكتور محمد طاهر إيلا بالإنجازات التنموية والاقتصادية المحققة بالبلاد، وأوضح خلال مقابلة مع الفضائية الإريترية بأن الإنجازات المحققة تدل على قوة الإرادة لدى الشعب والحكومة الإريترية، مضيفا عن إعجابه بأجواء الأمن والسلم وطيبة الشعب الإريتري، مشيرا إلى عظمة هذه الثروات التي تزيد من عوامل جذب إريتريا للاستثمار. وذكر عن وجود فرص كبيرة للتعاون بين ولاية البحر الأحمر السودانية وإريتريا في العديد من المجالات، أهمها السياحة والنقل والخدمات الاجتماعية والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن كثرة السياح السودانيين في إريتريا يعمق من العلاقات التاريخية بين الشعبين ويطور علاقات التعاون بين البلدين نحو آفاق جديدة. وفي الختام أوضح والي ولاية البحر الأحمر السودانية الدكتور محمد طاهر إيلا عن إمكانية التعاون الإعلامي بين البلدين في مجالات تطوير الكوادر البشرية وتبادل الخبرات والبرامج، مما سيساهم في تطوير العمل الإعلامي لولاية البحر الأحمر بشكل كبير. يذكر بقدوم والي ولاية البحر الأحمر السودانية الدكتور محمد طاهر إيلا إلى البلاد للمشاركة في احتفالات الذكرى 22 لعيد الاستقلال المجيد، وكان قد التقى يوم أمس الأحد بفخامة الرئيس إسياس أفورقي، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين الجانبين. دخلت مؤخرا إلى البلاد كمية من الحافلات الحديثة والآليات الضخمة لتخفيف أزمة النقل وتسريع وتيرة برامج التنمية بالبلاد. وأفادت الأنباء أن المركبات استجلبت عبر ميناء مصوع البحري، حيث تستعمل الحافلات العصرية في خدمة النقل العام داخل المدن والأرياف، فيما ستعزز الآليات الجديدة من حجم الآليات المستوردة مسبقا في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية من شق للطرق وتشييد خزانات المياه والجسور والقنوات التحويلية وتحقيق برنامج الأمن الغذائي. ومن المؤكد أن تساهم المركبات المستجلبة إلى البلاد خلال الفترة القريبة الماضية في إحداث نقطة تحول كبيرة في البرامج التنموية المنتظمة لكافة أرجاء الوطن في إطار نشر العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. يذكر باستيراد كميات كبيرة من الحافلات والشاحنات وعربات الأطفاء والآليات الزراعية والإنشائية من الخارج إلى البلاد منذ شهر ديسمبر من عام 2011. احتفل الإريتريون المقيمون في مختلف دول العالم بالذكرى 22 للاستقلال بحفاوة كبيرة من خلال تجديد عهدهم لتعزيز تصديهم.
فقد نظم الإريتريون المقيمون في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية احتفالا كبيرا بعيد الاستقلال في مركز الجالية يوم الجمعة 24 من مايو، كما أقاموا عرضا فنيا خاصا يوم السبت في منطقة ريجموند. وقدم معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح شرحا مسهبا للحضور حول مبادئ السياسة الخارجية الإريترية ودور الدبلوماسية الشعبية، وحث الإريتريين لاستغلال فرص الاستثمار المتاحة في الوطن. ومن جهتهم تعهد المشاركون على تعزيز دورهم لإنجاح البرامج التنموية، مشيرين عن مواكبتهم لمسيرة التنمية بالبلاد. كما احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية بعيد الاستقلال في 25 من شهر مايو الجاري، معربين عن استعدادهم الدائم لتنفيذ أمانة الشهداء، مشيرين إلى ضرورة تقييم المشاركات الوطنية، موضحين عزمهم على مضاعفة جهودهم لإنجاح كافة البرامج التنموية. وقال مسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يماني جبرآ في كلمته بالحفل عن فشل العديد من المؤامرات المحاكة ضد الوطن خلال السنوات الماضية بفضل قوة تصدي وصمود الشعب الإريتري، مؤكدا بتحقيق إنجازات تنموية كبيرة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد. وكذا احتفل الإريتريون المقيمون في مدن هامبورغ ولوليك وبرمين وكيل باحتفال كبير في مدينة هامبورغ في 25 من هذا الشهر من خلال تقديم العديد من الفعاليات المركزة على الشباب والأطفال. وجدد المشاركون في الحفل عهدهم على توريث تاريخ وقيم الشعب الإريتري للأجيال الصاعدة. كما أكد الإريتريون المقيمون في مدينة أولم على مواجهة كافة المؤامرات المحاكة للنيل من سيادة الوطن وعرقلة المسيرة التنموية من خلال توسيع آفاقهم والمحافظة على وحدتهم، كما تعهدوا على تعزيز دورهم لإنجاح كافة البرامج الوطنية بشكل عام وحملة الاستثمار الاقتصادي بشكل خاص. جدد الإريتريون المقيمون في مدن الخرطوم السودانية وجوبا بجنوب السودان والدوحة القطرية جددوا عهدهم لإنجاح كافة البرامج الوطنية. جاء هذا خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة الذكرى 22 لاستقلالنا المجيد. ففي الاحتفال الذي نظم في العاصمة السودانية الخرطوم، أوضح سعادة سفير إريتريا لدى السودان السيد محمد سعيد منتاي بجهود الشعب الإريتري الكبير لتقوية الاستقلال الغالي من خلال تنمية البلاد القائمة على استراتيجية منح المناطق النائية الأولوية، مشيرا إلى تحقيق إنجازات ضخمة في هذا المجال. ومن جهته أوضح رئيس الجالية الإريترية السيد يماني تسفى سلاسي إلى عظمة ذكرى الاستقلال لتنفيذ أمانة الشهداء والمحافظة على الوطن، ودعا الجميع للمشاركة في دعم ورعاية أسر الشهداء، مشيرا إلى تقوية جميع الأنشطة الجماهيرية في المستقبل. كما قال مسؤول الشؤون الجماهيرية في السفارة الإريترية بالسودان السيد إسماعيل موسى أن عظمة احتفالات الشعب الإريتري للاستقلال نابعة من تحمله لأمانة بناء الوطن، موضحا بمواصلة مسيرة التنمية من خلال وحدة الصف لتجاوز كافة التحديات والعراقيل. هذا وأفادت الأنباء الواردة من جمهورية جنوب السودان بتعهد الإريتريين المقيمون في مدن جوبا وواو وملكال وأويل وبور وكاجوك وغيرها من المناطق الأخرى تعهدهم على تعزيز تصديهم الوطني خلال الاحتفالات التي أقاموها بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. ففي الاحتفال الذي نظم في مدينة جوبا، أوضح سعادة سفير إريتريا لدى جمهورية جنوب السودان السيد جرماي جبر مريم في كلمته عن تقديم تضحيات جسيمة لنيل الاستقلال والمحافظة عليه، وحث الجميع على مضاعفة دورهم في كافة البرامج الوطنية واستغلال فرص الحملة الاقتصادية المتاحة. ومن جهتهم أعرب المشاركون على فخرهم بيوم الاستقلال الوطني، مؤكدين لتعزيز دورهم الوطني، مشيدين بالإنجازات التنموية المحققة بالإمكانيات الذاتية. كما احتفلت الجالية الإريترية في دولة قطر بعيد الاستقلال الوطني 22 تحت شعار التصدي درعنا والعمل عزتنا، بمشاركة عدد من المسؤولين القطريين والسفراء والمئات من الإريتريين وأصدقائهم بحفاوة كبيرة. وهنأ سعادة سفير إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم الشعب والحكومة وقوات الدفاع الإريترية على الإنجازات التنموية في بناء الوطن، أسوة بعملية الدفاع عن السيادة الوطنية.
موضحا أن الإنجازات المحققة خلال سنوات التحرير الماضية نتاج لتضحيات شهدائنا الكبيرة، مبينا بأن الأولوية دوما لضمان المحافظة على الوطن، ودعا جميع الإريتريين في الداخل والمهجر على تقوية صفهم وتعزيز دورهم. كما أوضح رئيس الجالية الإريترية في قطر السيد طاهر محمد أريه أن ذكرى الاستقلال مفخرة للشعب الإريتري وفرصة لتجديد العهد، مؤكدا باستعداد الإريتريين المقيمين لمضاعفة دورهم الوطني. هذا وشهد الاحتفال عروضا فنية كبيرة وتقديم الجوائز على الأفراد والفرق الفائزة في مختلف المنافسات الرياضية التي أقيمت على شرف عيد الاستقلال المجيد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.